حضرتك موجود يا بابا؟ ماما هي مش دي الترابيزه اللي كانت عندي في المكتب جوه؟ اخلص يا كلب البحر. حاضر. اتفضل ابدا يا حاج، ما اقدرش ابدا وبابا موجود. احترامك احترامك يلا. قولي بقى يا كلب البحر، اخر مره خدت فلوس من محفظتي كانت امتى؟ ايه السؤال ده حضرتك؟ المفروض القعده دي بتبين علاقتنا عامله ايه، ما فيهاش اي حاجه انك تسالني وتكتشف انا عملت مصايب ولا لا. ده انت ممكن تخلص الحلقه كلها على كده. انا اسال اي سؤال انا عايزه يا حاجه، مش اي سؤال مسموح. اكيد طبعا يا حاج، اي سؤال مسموح، اسال اللي انت عايزه. احنا بدأناه كده. طب تمام ماشي، انت حر. انا كمان عندي كام سؤال كده اساله لك. تقريبا كده في تالتة ابتدائي او تالتة اعدادي. والله انت كداب. نخلص بس الحلقه دي ونشوف الموضوع ده. طب انا بقالي ساعه بعمل كده، ومش المفروض في الحاجات اللي زي ديت بينزل مشروبات؟ هي فين اكل ايه يا بابا؟ احنا لسه بادئين، احنا لسه عملنا حاجه؟ طب اتنقل يلا دورك، اتفضل اسال. انا هديله سؤال كده في الاول في الجامد عشان خاطر يظبط معايا الاسئله بعد كده. قول لي يا حاج، بعد ما خلصت صلاه الفجر امبارح وانت طالع على السلم كنت بتلم ايه؟ لا ده انا كنت بلم الزباله بتاعتنا اللي القطط كانت مبهدلاها على السلم. ما بتفرقش الحاجات دي يا كلب البحر. خلاص يا حاج، كانت بتاعتنا احنا بس مش كده. لا انا مش هستنى لحد اما نخلص يا كلب البحر. فين الحاجات اللي المفروض تنزل يا حاجه؟ وانت يا زفت وريني ينزل لك ايه؟ عصير. هتسأل يا حاج ولا اسأل انا؟ ايه يا عم انت مش شايفني بصح؟ مفيش اي احترام للنعمة؟ ما انت اخدت الحاجة اللي كانت عندي يا حاج. هم اصلا المفروض بيبدلوا الحاجة مع التاني، وانت المفروض عايز تبدل معايا يا اخويا. تاخد خربوش الشاي اللي نزل لي ولا تاخد الصغير؟ ماما خلاص يا حاج، انت هتفضحنا. لا قول، اصل انا فاهم الواحد بعد الفطار بيبقى صدره قافش عليه. خلاص يا بابا يا حبيبي مش عايز حاجة، اسأل انا. قول لي يا حاج، لو كنت طلبت منك العربية زي النهاردة الصبح كده وحد صايم ما كانش طايق نفسه وخبطها ومعرفش اخد منه ولا حق ولا باطل، حضرتك هتزعل؟ بص يا حبيب ابوك، هو لو عشان الفيديو انت ابني حبيبي وفداك اي حاجة، بس بعد الموضوع ده لما نخلص ولقيت العربية فيها خربوش يومك مش هيعدي على خير. اللي بعده. ماما ممكن بعد الشغل تحضر لي شنطة هدومي من جوه؟ ها؟ قول لي بقى، انت خدت سؤال النهارده؟ لا يا حاج ما خدتوش، وبعدين ما كفايه اسئله النهارده. ما تبرطمش كتير. هتاخد سؤال النهارده ولا اسيب لك الموضوع ده وامشي؟ لا حضرتك اتفضل اسال يا حبيبي، انا ببص في المونتاج. قول لي بقى يا كلب البحر، ايه هو اسم كلب البحر الحقيقي؟ دي بقى لها 4 سنين بتشتم بيها، معروفه يعني. اللي مسمينه كلب البحر ده اسمه ايه في الحقيقه؟ والله في الحقيقه انا ما اعرفش غير كريم بصراحه. لو تعرف حاجه بقى تاني حضرتك قولها. ننجز بقى عشان التقييمات. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايوه عندك حق. ايه الارقام دي؟ مين اللي كاتب ده؟ هو حطلي كام يا حاجه؟ حطلي كام؟ ايه ده هيشوفني بجد. ده انا هديك. دي وايده جايبها لك مخصوص من الجنينه يا حاج. ايه اللي انت جايبه لابوك ده؟ انت مفكرني صاحبتك؟ احنا ابتديناها كده، ما تخلصينا من الحلقه دي يا حاجه. ايه السؤال؟ ماشي يا حاجه ماشي اساله. ماما مسجله نورة البيت، معروفه متسجله ومكتوبه وكلنا عارفين الاسم. طبعا نور عيني. قول لي بقى، مين جوهرة العمارة اللي متسجله عندك في التليفون؟ نعم. ايه الاسئله دي؟ احنا ما اتفقناش على كده. طب ثواني بقى يا حاجه، بعد الموضوع ده اتخانق انا وانتي. يا لهوي تعالى لي هنا يا بابا. خلاص يا بابا والله خلاص وربنا ما هسيبك النهارده.